السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صباح الكورة. صباح سعيد جميل عليكم جميعا إن شاء الله، ودعواتنا أن ربنا يحفظ شعب مصر الطيب من وباء كورونا ويشفي كل المرضى حوالين العالم. رسميا أحمد فتحي مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر إن شاء الله. أهلا بالحق، كسبنا قضيتنا من فضل الله، والحق رجع في 3 أيام بس. من 3 أيام بس قلت لكم في عنوان الفيديو: الجنايني يحرم الأهلي من فتحي في نهائي إفريقيا. وقلت لكم ان الاتحاد المصري عمل 4 نوفمبر آخر موعد للقيد عشان يحرم الأهلي من أحمد فتحي في نهائي إفريقيا 6 نوفمبر، يعني بعدها بيومين، علشان فتحي منقول لبيراميدز. وطالبت مجلس إدارة النادي الأهلي انه يتحرك بسرعة وبقوة وبحزم عشان ياخد حقه. الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي اتحرك أكتر مما طلبت، وأسرع مما طلبت، وأقوى مما طلبت. وامبارح رسميا اتحاد كرة القدم أجرى تعديل على الموضوع، وعطى للنادي الأهلي ونادي الزمالك استثناء إن يبقى آخر موعد للقيد 7 نوفمبر مش 4 نوفمبر، بشرط إن اللي فيهم يوصل نهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني اللي يوصل يبقى القيد بتاعه 7 نوفمبر آخر ميعاد مش 4 نوفمبر. النهاردة نكتة. ليه نكتة؟ لأن الزملكاوية عايزين الأهلي يكسب بيراميدز عشان الزمالك يبقى التاني في الدوري، والأهلوية والأغلبية من الأهلوية أو 99% من الأهلوية عايزين برضو الأهلي يكسب بيراميدز عشان هم دايما بيحبوا يكسبوا، وعشان عايزين ناديهم دايما يلعب للمكسب، وعشان ما يفرقش معاهم مين التاني. إنما الجديد والنكتة إن حتى لو الأهلي كسب النهاردة الزمالك ممكن ما يبقاش التاني. تعالوا نعرف ليه إن حتى لو الأهلي كسب النهاردة الزمالك ما يبقاش التاني. لأن ما فيش شهر بيعدي إلا والفيفا بيدي الزمالك صفعة من أقوى ما يكون. صفعة في زمن أسود بيعيشه نادي الزمالك في رئاسة مرتضى منصور، أسوأ رئيس نادي على مدار التاريخ، واللي أيامه قربت، لكن وهو بيمشي هيسيب الزمالك مديون لشوشته. الفيفا وقع على الزمالك غرامة مليون يورو يدفعها النادي ماريتيمو البرتغالي عشان الزمالك اتأخر أو بلطج في دفع فلوس انتقال محمد إبراهيم سنة 2015، زمن مرتضى منصور مش زمن ممدوح عباس، عشان يقول لك احنا علينا فلوس من زمن عباس. لا، بلطجة الزمالك زادت بس في زمن مرتضى منصور، لأن الفيفا ما عندهوش أبو ريدة ولا زروت، ولا عنده الجنايني وعطاره وزناته. تعالوا أحكي لكم القصة بتاع الزمالك ومحمد إبراهيم ومش هتصدقوا إيه اللي حصل. الحكاية من طقطق لسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن محمد إبراهيم بعد ما تألق مع منتخب مصر للشباب في 2013 جاله عرض من نادي ماريتيمو البرتغالي، يقوم الزمالك يبيعه بكام؟ يبيعه ب400,000 يورو بس، مبلغ قليل قوي. إنما أهو يلا، الزمالك حط في العقد شرط حلو الحقيقة، إن لو نادي ماريتيمو باعه الزمالك ياخد 30% من الفلوس. ممتاز يا زمالك، ممتاز. طيب بسقف كام؟ مفيش سقف. يعني لو ماريتيمو باعه ب100,000 يورو بس الزمالك ياخد 30,000 يورو. اوكي، راح محمد إبراهيم ماريتيمو ما نجحش، رجع. فماريتيمو خلاص عايز يخلص منه، قال له هاتوا 350,000 يورو بس مش 400، والزمالك وافق. لكن ده كان في شرط ان الزمالك ياخد 30% من اعادة البيع. فماريتيمو قال لك خلاص، طب انا هنزل لكم الفلوس اللي هي من 400 ل 350,000، زودوا لي اعادة البيع، بدل ما يبقى 30,000 يبقى 40,000 يورو. قالوا له اوكي ليه؟ فين مصلحة الزمالك؟ طالما الفلوس بتنزل اعادة البيع برضه بتنزل. انما الزمالك ما فيهوش محامي ولا في حد درس قانون ولا حد يعرف احتراف، راحوا مزودين اعادة البيع من 30% ل 40%. لغايه كده ماشي، بس ماريتيمو بقى مش الزمالك. ماريتيمو قال لهم حطوا لي شرط في اعادة البيع ان الحد الادنى 1,000,000 يورو. 1,000,000 يورو.
طب ليه انا كزمالك هوافق؟ الزمالك وافق. يعني الزمالك لو باعه بمليون جنيه يدفع من جيبه مليون يورو. ازاي توافق على كده؟ الزمالك وافق على كده وبس. لا، ده ماريتيمو حط شرط تاني ألعن. قال لك ولو اللاعب انتقل ببلاش، يعني خدوا بالك يعني ايه انتقل ببلاش؟ مفيش لاعب ينتقل ببلاش، بس هم عارفين ان الزمالك ممكن يتلاعب ويحط حاجه يقول انا سبته ببلاش. قالوا له انما لو اللاعب انتقل ببلاش الزمالك يدفع برضه مليون يورو. فبقى الزمالك كده كده دافع مليون يورو. اليوم اللي محمد ابراهيم هيسيب نادي الزمالك هيدفع مليون يورو بس يا سيدي. وراح الزمالك مضى العقد ومحمد ابراهيم راح المقصه. اليوم اللي راح فيه المقصه راح ماريتيمو متقدم بشكوى للفيفا وابتدى يجمع معلومات. الحمد لله في ناس كتير قوي بتحب الزمالك جوه نادي الزمالك. سربت العقود راحت ماريتيمو بعتها للفيفا والفيفا بعتها لغرفه فض المنازعات. خدت القرار يا عم بان الزمالك يدفع مليون يورو لنادي ماريتيمو البرتغالي. لغايه كده فلوس. طب ولو الزمالك بلطك تاني؟ ما عندوش الفيفا غير خصم نقط. 6 نقط في 45 يوم. يا تدفع يا زمالك يا هتتخصم منك 6 نقط. 6 نقط يعني الاهلي يكسب بيراميدز، الاهلي يخسر من بيراميدز، الزمالك يتخصم منه 6 نقط ويبقى كده كده التالت. ولو عمل استئناف ومش استئناف ال6 نقط تتخصم الموسم اللي جاي، يبقى الزمالك في السنه دي مخصوم منه 6 نقط والسنه الجايه 6 نقط. وفي زمن مرتضى منصور كل يوم بيتخصم من الزمالك نقط. سبحان الله. كلكم عارفين اكتر مني ان الزمالك مديون للمرحوم اجوجو وللكاميروني اليكسيس وللسويسري جروس وللبرتغالي فيريرا وللمساعدين بتاع دول وللتونسي حمدي النقاص وللمغربي خالد بوطيب. ده غير غرامة ال 600 ألف يورو لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عشان موضوع انتقال شيكابالا. يعني بتتكلم في حوالي 10 مليون يورو غرامات على نادي الزمالك. كل ده والإعلام المصري ميت يا عيني، زاهر وفايق ومهيب وجورنان الأخبار وجورنان الأهرام والكذب اليوم وكل الجول مسا والجمهورية والوفد كل دول نايمين يا عيني، ما عندهمش معلومات عن الموضوع ده. عموما زي ما قلت لكم الفيفا مستني وخصم النقط جاي. بس الزمالك في ثانية طلع رد كده، رد جبار من نادي الزمالك، رد على الفيفا وخلص. ايه الرد بقى بتاع الزمالك؟ قال لهم لسه محدش بلغنا. الليلة الساعة 8 مباراة كبيرة جدا جدا جدا، هي قمة الدوري المصري الحقيقي بين الأول والتاني، بين الأهلي وبيراميدز. مباراة كانت ممكن تكون مهمة جدا وكان ممكن جمهور الأهلي يستناها بشغف وبترقب غير عادي، لكن فريق الأهلي خلاها ولا حاجة، خلاها مش مهمة، لأن الأهلي خلص الدوري بدري وبدري قوي قوي قوي. ومش بس كده، ده الأهلي ابتدى يفرض جبروته إنه بيحدد كمان مين التاني. يبقى الأهلي هو اللي بيحدد مين الأول وبيحدد مين التاني. طبعا كلكم عارفين بيراميدز التاني 63 نقطة والزمالك التالت 62 نقطة قبل ما تشين بس من نهاية الدوري. لكن الأهلي ملوش علاقة بمين يبقى التاني وملوش علاقة بالموضوع ده خالص. الأهلي بيلعب عشان يكسب، الأهلي بيلعب عشان اللعب النظيف. هو ده النادي الأهلي من 1907 وهو ده النادي الأهلي هيفضل لغاية سنة 11907 إن شاء الله. إن شاء الله أهلي بيلعب للعب النظيف، بيلعب للفوز. واللي ما يعرفوش أقول لكم حادثة حصلت سنة 1965. كان الزمالك والإسماعيلي بيلعبوا على بطولة الدوري والمنافسة محصورة بين الزمالك والإسماعيلي، والإسماعيلي كان عنده ماتش مع النادي الأهلي في القاهرة وهو متأخر عن الزمالك بنقطة، وكان الإسماعيلي عنده الزمالك في الإسماعيلية. يعني لو كسب الأهلي وكسب الزمالك في الإسماعيلية يبقى هو متقدم، لكن الأهلي بيلعب لعب النظيف. الأهلي ما كانش يفرق معاه مين ياخد الدوري، الزمالك ولا الإسماعيلي. الأهلي كسب الإسماعيلي في القاهرة 2-0 وعطى الدوري على طبق فضة لنادي الزمالك، اتفضل، والزمالك خد الدوري. ده النادي الأهلي ما يفرقش معاه مين يكسب أبدا. الأهلي ما يعرفش التهاون، الأهلي ما يعرفش التلاعب، الأهلي دايما للعب النظيف. الجنوب افريقي من بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، هو قماشة النادي الاهلي، هو مبادئ النادي الاهلي، هو عقلية النادي الاهلي.
اختار احسن اللاعبين اللي متوفرين عنده، اللي جاهزين عنده الماتش النهارده، وهيلعب باحسن 11 منهم ماتش النهارده. استبعد بس المصابين والغائبين، وللاسف ستة من الغائبين والمصابين من الدفاع. سعد سمير ومحمود متولي ورامي ربيعة، الثلاثة دول ومعهم أيمن أشرف قلب دفاع، يعني بيغيب عنك 4 في مركز قلب الدفاع، غير الباكين الشمال كمان، علي معلول عشان في تونس ومحمود وحيد عشان مصاب. سبحان الله، 4 قلب دفاع و2 باك شمال بيغيبوا عن النادي الأهلي النهارده. لكن وطبعا هيغيب كمان جيرالدو لأنه مع منتخب أنجولا، وهيغيب مروان محسن عشان عنده نزلة برد. موسيماني اختار 21 لاعب، منهم حراس المرمى 3 علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، هيشيل من واحد اللي هو حمزة علاء. ما اختارش غير 4 مدافعين، ما عندوش 4 مدافعين بس، أحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد شكري الشبل. طبعا لازم يرجع لهم واحد من ارتكاز الوسط. ارتكاز الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي اليو ديانج والناشئ عربي بدر. غالبا اللي هيرجع هيكون حمدي فتحي، يبقى قلب دفاع. على قد ما في نقص في المدافعين على قد ما في وفرة في المهاجمين، 10 مهاجمين ل4 مراكز بس. في اليمين عندك 3، عندك حسين الشحات وأحمد الشيخ والناشئ شادي رضوان. في الشمال عندك 3، عندك محمود كهربا والنيجيري جونيور أجاي والناشئ محمد فخري. في صانع الألعاب المهاجم المتأخر عندك 3، وليد سليمان ومجدي قفشة وصالح جمعة. عندك راس حربة واحد اللي هو اليو باجي. أعتقد ان الاهلي هيبدا المباراه بنفس الهجوم بتاع الماتش اللي فات، الخط الخلفي اللي هو الشحات ووليد واجاي، وهيبقى قدامهم اليو باجي بدلا من مروان محسن اللي عنده. اعتقد النهارده لاول مره هذا الموسم جمهور النادي الاهلي هيشوف حاجه وهيستمتع بحاجه. اول مره على الاطلاق السنه دي او الموسم ده الاهلي هيشوف تحكيم عادل. اول مره السنه دي والموسم ده الاهلي مش هيتظلم. مش عشان محمود البنا هو الحكم، لا، محمود البنا طول عمره بيظلم النادي الاهلي، محمود بنا متعود يظلم النادي الاهلي، انما محمود بنا اختياره النهارده مأساوي ضده هو، مش ضد اي حد. ليه؟ لان البنا اللي اتعود وتعمد يظلم الاهلي على طول، النهارده عنده تعليمات ما يظلمش النادي الاهلي، النهارده عنده تعليمات ما يجيش على النادي الاهلي، النهارده عنده تعليمات بيراميدز هو اللي يتظلم، لو في حاجه تبقى ضد بيراميدز عشان لصالح الزمالك. النهارده هيدير الماتش وهو بيفكر في الزمالك، هيدير الماتش وهو بيفكر ان بيراميدز ما يكسبش. عشان كده بقول لكم النهارده لاول مره النادي الاهلي مش هيتظلم. هتشوفوا البنا هو في صراع رهيب بين عقله وقلبه اللي دايما بيجوا ضد النادي الاهلي، وبين اكل عيشه اللي لصالح نادي الزمالك انه ما يظلمش الاهلي. خلاص قربنا جدا، لائحة الاتحاد المصري في الفيفا اعتمدت، وهيبقى فيها تشكيل رابطة للأندية المحترفة في مصر ضمن النظام الأساسي للاتحاد. الفيفا دعم القرار. الرابطة دي هي اللي تدير الدوري العام تماما، هي اللي تعمل لجنة مسابقات، هي اللي تحط جدول الدوري العام، هي اللي تعمل العقوبات، هي اللي تخلينا نتفادى لجنة الانحطاط اللي ما بتوقفش امام عاشور الا بعد ماتش الزمالك وسموحه عشان يلعب الزمالك وسموحه بعد 4 ايام من فعلته السوداء، هي اللي بتنزل عقوبه فرجاني ساسي من 8 شهور الى 6 ماتشات، هي اللي بترفع عقوبه كهربا من ايقاف ماتشين الى ايقاف سنه. لجنه الانحطاط دي خلاص هنخلص منها، هيبقى في رابطه محترمه. انما اللي هيخلي القرار ده قوي واللي هيخلي الرابطه مفيده رحيل السرطان، إزالة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لأن لما عملوا الرابطة دي من 4 سنين في الزمن الضعيف لعلام رئيس اتحاد الكرة، دخل مرتضى منصور وخوف الكل وبقى هو رئيس الرابطة وبوظها وخلى الأهلي يقطعها. المرة دي مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يرجع ولازم يرتب وينسق مع الأندية لعمل رابطة قوية جدا جدا تتصدى لاتحاد الكرة.
في الدوري طلائع الجيش كسب مصر المقصة 1-0 والجول لكريم طارق بعد 20 دقيقة، وطلائع الجيش ضمن خلاص البقاء في الدوري. لكن المقصة مهزوز قوي بعد رحيل إيهاب جلال. آخر دقيقة في الماتش عمار حمدي عمل واحدة جميلة لعمرو جمال، كان عايز يجيبها جول بكعبه بطريقة الخطيب لكن عدت منه، راحت لكريم طارق والشبكة فاضية حطها بره. امبارح عشان تعرفوا ان الكذب بين لاعبي الزمالك زي الميه والهوا، جمال عبد الحميد طلع امبارح وقال انه لعب ضد الاهلي 10 سنين ما خسرش غير ماتش واحد. انا هكلمكم على الماتشات الرسميه بس، واقول لكم جمال عبد الحميد في اول 10 ماتشات ضد النادي الاهلي، اول 10 ماتشات خسر 3، 2 من علاء ميهوب، 1 من ايمن شوقي. خسر في يناير 85 1-0 علاء ميهوب، وفي مارس 89 1-0 علاء ميهوب، وخسر في ابريل 87 مباراه فاصله على الدوري ايمن شوقي. بعد كده خسر في نهائي كاس مصر سنه 89 ايمن ربيع، لا ده دور 8 ربيع ياسين. خسر نهائي كاس مصر يونيو 92 جونين لايمن شوقي. خسر في مارس 92 في الدوري من محمد رمضان. يعني خسر 6 مرات من النادي الاهلي في 8 سنين، والكذاب طلع يقول انا ما خسرتش من الاهلي الا مره واحده. قلت لكم تواريخ الماتشات واللي جابوا الاجوال ونتائج الماتشات عشان تعرفوا هو كذاب قد ايه. نروح للفقرة العالمية. النهاردة الساعة 9:15 فرنسا بطل كاس العالم مع البرتغال بطل كاس أوروبا في استاد دو فرانس على زعامة المجموعة الثالثة في دوري أوروبا. لقاء رد اعتبار لنهائي أوروبا 2016، مواجهة بين الأستاذ كريستيانو رونالدو والتلميذ كيليان مبابي والحكم جراندي من أسبانيا. النهارده انجلترا وبلجيكا في نفس التوقيت في نفس البطوله. امبارح المانيا كسبت اوكرانيا في نفس البطوله في كييف 2-1 بصعوبه، واسبانيا كسبت سويسرا 1-0 في اسبانيا في نفس البطوله. اسبانيا متصدره وتليها المانيا. في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، البرازيل اكتسحت بوليفيا 5-0 وتصدرت المجموعة في ليلة من ليالي ألف نيمار ما جابش جوال، صنع جونين، لكن أمتع الملايين بمراوغات وألعاب سحرية غير طبيعية. فيرمينيو نجم ليفربول جاب جونين، وماركينيوس نجم باريس سان جيرمان جاب جول، وكوتينيو نجم برشلونة جاب جول، والمدافع كراسكو جاب جول في نفسه. وكولومبيا كسبت فنزويلا في نفس التصفيات 3-0. وطاب صباحه.